ربنا يبارك في خدمة الجميع، ونشوف دلوقتي دكتور إبراهيم، اتفضل. اتفضل يا مني. نرجسية على فكرة، تصرفاتك كلها بتقول ان انت واحد نرجسي، طريقتك بحسها توكسيك معايا، يا اخي انت ما بتفكرش غير في نفسك وبس، حاسه ان انت طول الوقت بتاع مصلحتك على طول الخط، ما بتشوفش غير مصلحتك في كل تعامل مع كل واحد، ده انت طلعت بارد برود، انت ما بتحسش يا اخي، انت فاكر نفسك مين؟ لو الجمل دي اتقالت لك قبل كده انت محتاج تراجع نفسك وتشوف انت عندك اضطراب الشخصيه النرجسيه ولا لا. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج من راجل لراجل. هل النرجسيه دي موضه جديده وطلعت وكل الناس كل ما حد يتخانق مع حد، كل ما واحده تتضايق من واحد تقول له يا اخي انت طلعت شخصيه نرجسيه، فانا اتجاهل الكلمه اللي بتتقال لي واتجاهل ان انا افحص نفسي شخصيه نرجسيه ولا لا؟ ولا ده موضوع مهم احنا محتاجين كرجاله نفكر فيه؟ خلينا نتفق ان احنا مجتمعنا كمجتمع شرقي وكمجتمع مصري بيغذي الفكر النرجسي عند رجاله كتير. الموضوع ده بيتزرع في التربيه، الام اللي بتدلع ابنها جدا، الام اللي بتربي ابنها على انه الراجل اللي هيحميها، وتبدا تتعامل معاه بطريقه مختلفه عن الطريقه اللي بتتعامل بيها مع بنتها، دي طريقه تربيه اسمها طريقه نرجسيه. كمان الطرق اللي احنا بنتعامل بيها مع اولادنا غلط في التربيه، اللي ساعات نشد عليهم جدا وساعات نرخي، او ساعات نتفق الاب والام مع بعض ونقول لبعضنا ايه، واحد يشد والتاني يرخي، الطريقه دي بتخلق طفل نرجسي لما يكبر، او ساعات لما نضعف شخصيه الطفل جدا، ساعات الطفل يطلع راجل نرجسي لما يكون اتشاف زياده، يعني مدلع زياده قوي، او يكون ما اتشافش خالص، يعني كان بيتم التقليل منه جدا. وطبعا لان بيوتنا كبيوت شرقيه مش واخدين دروس كافيه في تربيه الاولاد، فاحيانا كتير احنا كرجاله بنطلع فعلا عندنا صفات نرجسيه عاليه واحنا مش مدركين ده. لما تتقال لك جمل زي الجمل اللي احنا قلناها في مقدمه الحلقه، انت محتاج تراجع نفسك، هل انت فعلا شخصيه نرجسيه ولا لا؟ ناس كتير مننا كرجاله بيتجاهلوا موضوع النرجسيه. موضوع الشخصية النرجسية، الأول أنا حابب أشكر قدس أبونا أنطونيوس وأستاذنا وأستاذ سليم وحضراتكم، يعني محبتكم تاج فوق راسي، وربنا يدينا كلنا النعمة إن احنا نكون خدام في الكنيسة. وملحوظة صغيرة في القصة دي، احنا كلنا كنا خدام في كنايس تانية، يعني كلنا الكنيسة هنا عمرها من الزمان قد إيه أبونا؟ 8 سنين. يعني 16 يعني من 7 8 سنين، وكلنا اللي جا من 8 سنين واللي جا من 7 واللي جا من 6 واللي جا من 1000، وكلنا كنا بننتمي لكنائس أخرى وستيل بننتمي لكنائس أخرى يعني. لكن الحقيقة أول ما انضمينا للكنيسة وابتدينا نصلي فيها لقينا فيها حضن المسيح بجد. ده مش مدح في الكنيسة، ده حقيقي. حضن كنيسة مفتوح، حضن الآباء رائع، حضن الخدام القدام شيء جميل. فحسينا شعور الأسرة، ما حسيناش بغربة. كلنا انتوا عارفين اللي عندنا زي ما في هوم سيكنس في تشيرش سيكنس على فكرة. يعني في واحد يقول لك مش كده يا دكتور صميل؟ يعني كلنا يقول لك انا ما اقدرش اصلي بره مرمورس شبرا، ما اقدرش اصلي بره العذراء الزيتون، ما اقدرش اصلي بره كذا. وكان ان انت تعمل ديسوشيشن من كنيستك اللي اتربيت فيها وعشت فيها ما بيبقاش سهل قوي. لكن انا شخصيا كان سهل، يعني انا ما سبتش كنيستي طبعا، لكن احساسي ان كنيستي الجديده ابو سيفين والما مقار بقت بيتي الجديد بقى احساس قوي الصراحه خالص يعني. ايه بالظبط، هو بيت وحضن للجميع. واحنا بننشأ مع بعض وبنكبر مع بعض، بنكبر في حبنا وبنكبر في علاقاتنا وبنكبر في ارتباطاتنا ببعض ومعرفتنا لمشاكلنا واحساسنا بالاخر. فنصلي ان ربنا يكمل كنيستنا ويباركها، تفضل بنفس المشاعر والحب وحضن المسيح، ربنا يحفظها. نرجع للموضوع بتاع الشخصية النرجسية.
مش عارف بقى حضراتكم ايه معلوماتكم عن قصة الشخصية النرجسية دي، ولا هي موضوع شخصية فعلا خطيرة ومنتشرة، ولا ده موضوع يعني مرض نفسي مش منتشر، ولو هو منتشر أكتر في الرجالة ولا في الستات، وإيه مشاكله وإزاي نتعامل معاه وإزاي نشخصه بسرعة كده. طبعا الموضوع ده محتاج وقت طويل، لكن رأيكم إيه؟ إيه معلوماتكم في القصة دي؟ احنا خدنا لقطة سريعة من الفيديو ده، لأن في كتير واحد يبقى يوصل لمرحلة إنه مش عارف يتعامل مع الناس، لأن الناس بتبتعد عنه، إنه يعني مش عارفة تتعامل معاه. إيه؟ أشكرك يا أستاذ نبيل. أول علامة إنه إنسان بيحب نفسه بشكل مطلق. أنتوا عارفين سموها ليه الشخصية النرجسية؟ أصل التسمية جه منين؟ إيه؟ إيه؟ آه أشكر حضرتك. دي يعني زي أسطورة إغريقية إن كان في شاب عايش هناك اسمه نرجس، شاب رجل اسمه نرجس، وإن الشاب ده في بنت حبته جدا من المدينة، لكن هو كان بيحتقرها جدا وبيعاملها بمنتهى الرفض ومعرفش إيه. فالإله بتاع المنطقة ابتدى يعني عايز يعاقب هذا الشاب لأنه بيتعامل مع البنت اللي حبته بالرفض وبالكراهية. فراح وصله لبحيرة مية هادية، فشاف فيها شكله فحب شكله لدرجة العبادة، إنه بيحب شكله جدا جدا جدا، وفضل يحب شكله لحد ما انتحر لأنه مش عارف يوصل لمحبوبه، لأنه يعني مفيش تبادل للحب وبيحب نفسه بس. فانتشرت الاسم بعد كده إن هذه هي الشخصية النرجسية، زي ما أستاذ نبيل ابتدى، إن واحد بيحب نفسه بس ما مش عارف يتعامل مع الآخرين. إيه تاني صفات الشخصية النرجسية دي بسرعة؟ مين يعرف؟ اتفضلي. مش بيغلط نفسه خالص، بالظبط. هو دايما شايف نفسه انه ما بيغلطش خالص، هو دايما حاسس انه دايما صح، ولو غلط هو عنده مبرر دايما، ونتيجة كده كمان هو لا يقبل النقد اطلاقا. لو جيت تنقده حتى لو نقد هادي، انت كده بتجرحه وبتهينه وبتحوله لشخص عدواني يبتدي يتخانق معاك ويبتدي يكرهك ويرفضك. اتفضل زي دايما يحب يكون هو الأول. يعني لو هو حتى ممكن نقابل ده في المجتمعات الكنسية أكيد، لأنها شخصية إنسانية ومنتشرة في الشغل، منتشرة في الأسرة، في العيلة، مجال العمل، مجال العلاقات العامة، مجال الجيران، مجال الكنيسة، لأنها اضطراب نفسي يجوز موجود في أي مكان. فلو أنا خادم نرجسي عايز أبقى أمين خدمة، ولو أنا أمين خدمة عايز أبقى كاهن، ودايما شايف نفسي إن الكنيسة مش مقدراني، الكنيسة مش شايفاني. لو كانت الكنيسة بتدرك وبتميز صح كانت إيه، حطيه في المكان الصح اللي انا استحقه. انا شايف نفسي استحق اكتر من كده. ايه تاني؟ اتفضل زي ممدوح. اتفضل. نعم. بالظبط، هو شايف ان كل استحقاقات وكل البينيفيتس وكل حاجه حلوه في الدنيا المفروض تكون عنده، لان هو اللي يستاهل وهو اللي هيقدر يتصرف صح وغيره بيتصرف غلط. اتفضل. بالظبط، هو لانه شاف نفسه احسن من الكل وحب نفسه قوي، فبشكل غير مباشر مش هقول بيحتقر، بس شايف نفسه اعلى من الناس، اعلى من الناس جدا، وان الاخرين اقل منه قيمه واقل منه قدره عقليه واقل منه امكانيات واقل منه اي حاجه، واقل منه في الذكاء. عشان كده شايف ان هو الوحيد اللي عنده الحلول وعنده القدرات للتصرف. اتفضل. متسلط طبعا، ما دي بتخليه متسلط لان هو شاف نفسه اعلى من الناس، فطبعا عايز يبقى لو اتيحت له الفرصه يبقى دكتاتور، هيبقى متسلط. وطبعا لو جه زعيم سياسي له شخصيه نرجسيه يبقى ايه يبقى عليه العوض في البلد دي او في المنظومه دي او في المصلحه دي او في المؤسسه او في الجامعه وتفر. لو رئيس في اي مكان له شخصيه نرجسيه بيبقى وضع كارثي. اتفضل يا ماجد. ايه؟ بص، في اوفرلاب بس اوفرلاب مش كبير، لان الشخصيه القياديه الطبيعيه، ما بقول في اوفرلاب في بعض المناطق، في بعض المناطق
مش أرضية، ما نقدرش نقول كده، لأن الشخصية القيادية عشان بس نفرق هي شخصية طبيعية. لكن الشخصية النرجسية إن تم تشخيصها بالشخصية النرجسية فهو اضطراب نفسي، عشان بس نبقى فاهمين. الشخص القيادي هو شخص طبيعي لكن يتمتع بالملكات القيادية، وده مطلوب. يعني مطلوب من قدس أبونا إنه يكون قائد، يا إما الكنيسة ما تمشيش تقف. مطلوب من حضرتك في شغلك تبقى قائد، تاخد قرارات، تبقى قادر تقنع الآخرين بوجهات نظرك، تبقى قادر تبقى قوي في شغلك، تبقى قادر تقود نفسك وأسرتك وحياتك. دي صفات جيدة للشخصية القيادية. لكن الشخصية النرجسية شخصية مرضية، عشان بس نبقى فاهمين. الشخصية النرجسية ده مش تغير طبيعي، ده تغير مرضي. كان في حد رافع ايده؟ اتفضل. اتفضل قول تاني معلش. هو بيحاول يبان او يظهر ان هو يكون كويس امم واجمل صوره. هو حقيقيا داخليا هو مش مقتنع بنفسه. اشكرك. هو احيانا يبان انه شخص قوي قوي متكبر قوي وان هو احسن واحد في الدنيا، لكن هو من جوه هش قوي، لا يتحمل الضغوط، لا يتحمل المشاكل، لا يتحمل التحديات. هو هش جدا، لان احساسه بالقوه هو احساس ايه؟ فولس. هو احساس هو اللي بناه في نفسه، هو عمل لنفسه تمثال كبير، لكن هذا التمثال هو تمثال هش ضعيف. استاذ ممدوح. مع الاسف بيبقى ما عندوش مشاعر تجاه الاخرين، مثلا كعطف كحنان كحب، مش عارف خالص مع نفسه. اشكرك. كنت هتقول نفس الكلمه؟ نفس الكلام. اشكرك جدا. هو يتمتع بتبلد حسي عجيب لدى الاخرين. هو عنده حساسيه مطلقه تجاه نفسه، محدش يقدر يقرب ناحيته، محدش يقدر ينتقده. لكن مع الاخر يحصل له اللي يحصل له خلاص، يعني لانه هو اصلا بيحتقر الاخر او بيقلل من شأن الاخر، فمشاكل الاخرين لا تعنيه اطلاقا ولا تفرق معاه. استاذ سليم. هنرجع للاسباب، هنرجع للاسباب. نعم. هقول لحضرتك. نعم. هوضح الحته دي لحضراتكم. من ضمن صفات الشخصيه النرجسيه انه دايما عنده عطش شديد جدا 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 ان الاخرين تبدي اعجابهم به بكل الطرق، وهو يبحث عن الاعجاب بنفسه في عينين الاخرين. ولو لم يصلوا هذا الاعجاب يسالهم. يعني اروح لقدس ابونا انا اتكلمت كويس؟ قال لي معقول. لا معقول دي ما تنفعنيش، لازم ده انت كنت هايل، الكلام كان فظيع، فانتستك، ايه العلم دوت. لازم اصل الى هذه النشوه عن طريق اعجاب الاخرين. ولو انا كنت في موقع قيادي طبعا بستغل مكاني ان انا ايه، يعني استجدي هذا الاعجاب الشديد. حاجه كمان في الشخصيه النرجسيه انه هو مش عارف يحب الاخرين، هو يحب نفسه بس فما يحبش الناس. طيب ينظر للاخرين ان هم مصادر لتحقيق صفات ذاتيه عنده او تحقيق منافع عنده. يعني مثلا انا هتعامل مع استاذ ريمون فقط انه هينفعني في التصوير. طب لو ريمون الكاميرا بتاعته اتكسرت، ريمون ما ينفعنيش، انا مش محتاج ريمون. دكتور صمويل هو المتكلم العظيم بتاع، افرض هو ما يعني مش هيتكلم او بطل او بيعتذر، خلاص انا مش محتاج دكتور صمويل في حاجه. وهكذا هو بيوزع احتياجاته على الناس، ويبقى كل واحد من الناس قيمته في عينيه مدى انه يديني الاحتياج بتاعي. لو فقد ان هو ياخد من الاخرين احتياجاتهم يشطب على الناس، يشطب على علاقاتهم. مفيش علاقات حب، مفيش علاقات سيمباسي، مفيش علاقات تعاطف، هي علاقات منفعه متبادله. لو فقدت تفقد العلاقه. كان في حد رافع ايده؟ انا هرجع بقى للحته دي بسرعه. احنا قلنا بتاع 8 9 صفات في الشخصيه النرجسيه، عشان بس حضراتكم ما تتخضوش. اتفضل. او غالبا بيكون بخيل. نعم. تملي او غالبا بيكون بخيل. ما هو اناني فممكن يكون بخيل، او هو بص يا استاذ ممدوح، هو هيبقى بخيل على حضرتك لكن ممكن مع نفسه يبقى كريم. يعني ممكن هو عايز يظهر بمظهر متباهي فهيجيب لنفسه افخم لبس وهيجيب عربيه على قد ما يقدر، عربيه حلوه. بخيل على الاخرين، ما بقول بخيل على الاخرين لكن مش بخيل على نفسه.
اتفضل. طبعا هو لازم، هو بتاع شوهات، يعني هو بتاع شوهات، يعني لو هيتكلم يتكلم في احسن مكان، لو هيخش يخش اول واحد، لو هيخش من الكنيسه مش هيخش هنا، هيخش من الممر الاوسط. اتفضل اتفضل يا استاذ كريم. يعني هو بيساعد الاخرين ويدعمهم ياخد بايده عشان يوصلوا للمجد. يعني وقت ما بينهم وبين بعض دايما بيلعب، بيضغط على ضعفاته، يشاور على هو ممكن يدي اذا كان هذا العطاء له تلميع اعلامي شديد، يعني الناس كلها شايفاه والناس كلها تشكره، لكن العطاء في الخفاء هو ما يعرفوش، مفيش حاجه اسمها كده. ايه بالظبط كده، بس يصل بيه في الاخر البيرسونال ساتسفاكشن، هو ده التارجت بتاعه، ان تحقيق الذات يعني. طيب احنا قلنا 8-9 صفات. الطب النفسي قال لك عشان تشخص ان الشخصيه دي شخصيه نرجسيه بجد لازم تتحقق على الاقل 5-6 صفات من التسعه، عشان ما حدش يتخض. لان احنا زمان واحنا في كليه الطب، دكتور صميل يأيدني، كل ما نحضر محاضره في اي فرع من الفروع، من كتر ما الدكتور يشرح اشعر في الاخر ان انا مريض بهذا المرض. يعني يجي مثلا دكتور انف واذن يتكلم عن الطنين واسبابه، في الاخر ودني توش. يتكلم عن العينين ومش عارف الزغلله، في الاخر لازم عينيا تزغلل. هو حاجه كده سايكولوجيكال، انا بحس ان أنا عندي المشكله دي. فاحيانا لما بنتكلم في الاضطرابات النفسيه نشعر ان احنا لدينا هذه الاضطرابات، بس محدش يبقى عنده الفولس دايجنوزيس ده، لان عشان نشخص الشخصيه دي 6-7 صفات تتوفر بشكل كبير. لكن غير كده، هل انا مثلا كشخص وانا عندي طموح انساني ان انا ابقى انسان ناجح، ابقى دكتور ناجح، ابقى دكتور بحب مرضاي ومرضاي بتحبي، هل ده نرجسي؟ لا، ده مش نرجسي، ده طموح طبيعي للشخصيه الانسانيه. لما اكون بحب خدمتي وبحاول ادي فيها اكتر، وحد كاحتياج طبيعي، ابونا قال لي الخدمه النهارده كانت حلوه، ممكن انا ابحث عن هذا مش هقول اطراء، بس نوع من ان الخدمه اتشافت انها كويسه. ده احتياج طبيعي انساني، كلنا بنحب اقول له هايك النهارده صورت كويس والدنيا مشت كويس. كلنا بنحتاج ان احنا نرضي بعض ارضاء خفيف، فنشعر بان احنا كنا متشافين كويس. لكن ما يبقاش عندي الشكل المرضي، واخدين بالكم؟ فالسعي للنجاح مطلوب، ان انا ابقى محبوب في عينين الناس ده شيء مطلوب. فمحدش يجري ويشخص نفسه شخص نرجسي مجرد انه سمع التوصيف بتاع الشخصيه. في حد رفع ايده؟ اتفضل. نتعامل، هدي هسيبها لابونا في الاخر بقى. لكن هي هحاول اقول لحضرتك، هو عموما الطب النفسي للاسف الشديد في التوصيف بتاع الشخصيه النرجسيه قال لك المرض ده يصيب الرجاله، يعني يعني حاجه بقى غصب عنهم بنسبه 70-80%، والستات اقل كتير. ويمكن ده لان الرجاله دايما عندهم سعي للنجاح وتحقيق الذات وتحقيق الماده وتحقيق ان انا اوصل لاعلى الدرجات. فلو الموضوع فلت مني يقلب الى ايه؟ اضطراب شخصيه نرجسيه. الشخصيه النرجسيه هنقول طب اسبابها ايه؟ في اسباب وراثيه شويه، واسباب في التربيه بنسبه 60-70%. اسباب التربيه، الاب والام اللي دللوا العيل قوي او اهملوه قوي فبياخد خط عكسي، كنوع بقى انا كنت مهمل ونجلكتد وطفل لا قيمه له، فلما هكبر بقى هوريكم انا مين، فياخد الاتجاه العكسي تماما فيبقى شخصيه نرجسيه. او اتحرم من الحب الطبيعي، ما خدش حب فهو حب نفسه. لان هو ما كانش محبوب فهو حب نفسه، هو قلبها. يعني دايما بتكون ردود فعل لمشاكل في التربيه، ده معظم الحالات كانت كده. احيانا الترومز، السايكولوجيكال تروما، يعني لو حصل اصابه نفسيه نتيجه حرمان، نتيجه تعدي، نتيجه تحرش، نتيجه تنمر، ساعات ينتج عليها اضطرابات نفسيه تنتج عليها في الاخر الشخصيه النرجسيه. مشكله الشخصيه النرجسيه ان من يسعى منهم للعلاج قليل جدا، لان هو دايما شايف انه ما عندوش مشكله. حتى لو كل الناس شافت ان انا عندي مشكله، انا نفسي شايف ان انا انا ما عنديش مشكله. امتى الواحد يدور انه يتعالج؟ لو انا حسيت ان انا عندي مشكله، هو مش حاسس ان عنده مشكله، مش كده لا يسعى للعلاج الا فيما نظر. نتعامل ازاي مع الشخصيه النرجسيه؟
الموضوع مش بسيط، مش سهل، لكن انت بتقدم الحب والتعامل الطبيعي. هو يقبله ما يقبلوش إيه خلاص يعني، بس انت تبقى مدرك ان هو لما بيتعامل بتعالي يتعامل بشهات، انت مدرك اسباب تصرفاته. ف لو انا ادركت ان الشخصيه دي عنده اضطراب نفسي، ايه هاشفق عليه، يعني هحس ان أنا الشخص ده يصعب عليا، بدل ما ان انا اوصل ان انا اسف ان انا لا هقفل معاه ومش هتعامل معاه بنفس العنف وخلاص هقطعه. لا، احنا مش عايزين نوصل كده. لو ادركت ان الشخص عنده مشكله فهتعاطف معاه وهحن عليه وابتدي اصلي له ونقدم حب غير مشروط زي ما ربنا علمنا، ومحدش عارف الدنيا بتتغير. اتفضل يا استاذ. هو ممكن يوقعنا في مشكله ويلبسها لي، هو يخلع منها. تبقى كيرفول، خلي العلاقات كيرفول واوفيشال. يعني هو في الشغل يمكن الدنيا ممكن تمشي شويه، لكن لو هو في الشغل القياده نرجسيه، ما خد بالك مش انت بس اللي هتعاني، الاستاف كله هيبقى تعبان. فهتبقوا متفقين ان انتوا تتعاملوا بشكل رسمي، تبقى كيرفول، تسجل ان انت مثلا اديته ورقه بتشوف اي طريقه ايفيدنس تثبت ان انت اديته الورقه المطلوبه في ميعادها، وان انت كنت اونست في شغلك وان عملت المطلوب منك، عشان ما يرجعش ايه، لان هو لو غلط او حصل مشكله في شغله هو ما بيغلطش، هيرجع لك انت المشكله. فلازم تبقى كيرفول دايما وحريص في تعاملاتك معاه وهكذا يعني. متهيألي احنا خدنا وقت طويل. اتفضل. انا اسف اخطينا. طبعا هو موضوع شخصيا جديد، موضوع كبير جدا، ممكن ناخد فيه حاجات وقت اكتر من كده، لكن اتعامل مع الشخصيه النرجسيه، اتعامل بحب، دي نقطه، واديله تدعيم مع عدم الاقرار بالسلوك الخاطئ. يعني بحاول اديله تدعيم، بس لازم ابقى باصص له القصه ماشيه ازاي، لكن احبه واشعر بيه واحس ان فعلا في عنده مشكله. لكن في علاج، في علاج طبعا، في علاج روحي وعلاج برضه سلوكي معرفي، الاتنين بيبقى بيمشي. بس أهم حاجة في القصة، اللي عايز أو حاسس إن عنده بعض هذه الصفات، يبقى عنده أول حاجة حاسس إن في مشكلة، لكن القرار من عنده هو إن هو إحساسه بالمشكلة هيبقى يساهم جدا في علاج هذا السلوك. هو سلوك، علاج هذا السلوك وتقويمه. طبعا نتمنى إن احنا كلنا يبقى سلوكنا في البيت سلوك محبة نابع من الحب، ومقاعد الحب هي اللي تحكم سلوكي مع كل أفراد